لفريق الرجاء. هذا اللاعب القادم من نيجيريا، محاولة لفريق الرجاء. هدف أول الوصلي يهز الشباك. هدف أول لفريق الرجاء في الدقيقة الخامسة. القادم من الحي المحمدي يسجل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. أعتقد أن من سجل الهدف هو اللاعب بن حليب لأن هناك تشابه كبير بين الوصلي وبين اللاعب بن حليب هذا هو من إنتاج مدرسة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، أخ اللاعب بن حليب الذي كان يلعب لفريق الوداد. بن حليب هذا في تجربة يعني جد إيجابية مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، من الشبان اللي تكونوا في مدرسة فريق الرجاء، والآن يعطي الدليل على أنه في مستوى اللعب لفريق الرجاء بطريقة ممتازة. بن حليب يهز الشباك ويسجل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء. هذا كان رد فعل وكانت رسالة، يعني رسالة بمثابة جواب لفريق الرجاء على هجمات فريق المغرب التطواني. يعني مباراة متحركة، ننتظر شيء الكثير من هذا اللقاء. وبن حليب كما قلت يهز الشباك. الحارس العاصمي عصام الرقي، والحكم يطلب من عناصر الفريقين يعني إعطاء الأمطار القانونية لعصام الرقي، خروج خارج معترك العمليات. عصام الرقي يسدد، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، والجماهير الرجاوية متحركة في المدرجات. نطلبوا من المخرج الحاج حسين انه يعطينا التجاوب الكبير بين لاعبي الرجاء والجماهير الرجاويه اللي كنشاهدوها الان، واللي وفيه، ونتمناو على ان لغه التشجيع اللي يعني ممزوج بالاحترام يرافق الجماهير الرجاويه اللي عودتنا دائما على هذا المعطى انطلاقا من سنوات ماضيه. دائما جماهير الرجاء كانت قدوه، وكانت دائما يعني تشجع الفريق بكل احترام وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه ضربة جزاء التي أعطت الهدف الثاني. فريق المغرب التطواني يعاني في الشق الدفاعي كثير، فهو استقبل فيما سبق 21 هدف، اليوم كيرفع الاخطاء ديالو كتوصل 23 هدف. ربما لوبيرا العمل الكبير كيسينوا على مستوى الشق الدفاعي، ولكن على مستوى امتلاك الكره على الحواصلي لاعب فريق الرجاء هو من منطقة درب ميلا بمدينة الدار البيضاء، لعب للوحدة. هذا الراقي يقود حملة لفائدة فريق الرجاء. هدف ثالث لفريق الرجاء. هذه المرة أعتقد أن البناء كان هجومي بالشكل الجيد لفريق الرجاء، والرجاء يهز الشباك مرة أخرى. الشباك تهتز بملعب ثانية الرمل بتطوان لفائدة فريق الرجاء، واللي ولا ملاحظة فؤاد هي الحصص اللي كينتصر بها فريق الرجاء. بالفعل واللي كيعطي القوة لفريق الرجاء هو الخط الهجومي ديال الوسط ديالو وقلب الهجوم. هناك تبادل الادوار، عدم الاستقرار في مركز واحد، وزعزعه دائما الاستقرار ديال المدافعين. للامانه صانع الهدف هو الراقي. ربي مجهود فردي اخترق دفاع المغرب التطواني ومرارة، وهو اللي هضرت عليه في الجوله الاولى، يدبر المجهودات ديالو داخل المقابله. فلاحظ معايا دابا صعد ما غتلقاش الفوق الا مرور 7 أو 8 دقائق، فهو يجير لهذوك لي زيفور ديالو داخل المقابله. وهدف اخر للحافظي في بطوله هذا الموسم يدعم الاهداف التي سجلها الحافظي. قلت ان الحافظي ربما من صنع المدرب او من اشياء اخرى، يعني من لاعب كان يعني يعيش لحظات بالفعل كانت ضربة جزاء. والحكم المساعد هو من اعلن عن ضربة جزاء. بالفعل كانت ضربة جزاء لان الكرة لمست يد محمود بن حليب من جانب فريق الرجاء، والحكم المساعد هو من اعلن عن ضربة جزاء. وربما الهدف ديال المغرب التطواني في ضربة الجزاء قد يعيد اللاعبين الى الاجواء المقابلة. ما نعتقدش ان الاحتجاجات ديال الرجاء هي يعني احتجاجات معقولة، لان الكرة لمست يد محمود بن حليب، وقرار الحكم هو قرار سليم، ومحمود بن حليب يتلقى الورقة الصفراء. ضربة جزاء واضحة، نتابع بالعرض البطيء، واضحة لفائدة فريق المغرب التطواني. ولا داعي باش يمشيو، لا داعي للاحتجاج لأن العملية كانت واضحة. في ضربة جزاء لاعب محمود بن حليب. زيد كاروش من سينفذ ضربة الجزاء،
لفائدة فريق المغرب التطواني. زيد كاروش غادي ينفذ كيسجل الهدف الأول وبطريقة الكبار، بطريقة اللاعبين الكبار. زيد كاروش والدفاعية لتقليل من الابتكارات ديال الخصم، وهذا هو الهاجس ديال الرجاء البيضاوي منذ تسجيل المغرب التطواني الهدف. الركنية كتنفذ، أنس نيتية، هدف ثاني لفريق المغرب التطواني، هدف ثاني لفريق المغرب التطواني. يعود المغرب التطواني بقوة. قلت أن تسجيل الهدف الثاني ربما يعطي لفريق المغرب التطواني القوة للعودة في المباراة. استسمح الاخ طلال، فربما الطوسي والخياطي فهم تاخروا في التغييرات. ربما منين دار 3-0 كان انه يعطي شحنه اخرى وطراوه اخرى للاعبين قد يعطون الشيء الكثير للرجاء. ربما الطوسي تعطل في الادخال، لوبيرا دخل لاعبين وكان الكوتشينغ جيد عنده كما فعل ضد اتحاد طنجة، فاستطاع انه يرجع بهدفين بفضل محمد سعود. هذه محاولة لفريق الرجاء وهدف رابع، هدف رابع. أوساغونا نجح الطوسي في التغيير، الطوسي ينجح في التغيير ويلقي بأوساغونا في المباراة، وهدف رابع ربما يصعب المامورية على فريق المغرب التطواني. هدف رابع يصعب المامورية. اختيارات الطوسي ناجحة حتى الآن، اختيارات الطوسي ناجحة. وأوساغونا لاحظ باباتوندي، هذا لاعب يعني متميز، لاعب متميز. وأوساغونا يعني مجهود نيجيري، لا الممرر ولا المسجل، لاعبين من نيجيريا. و4-2 لفائدة فريق الرجاء، ومازال العطي يعطي. 6 ديال الأهداف ومازال العطي يعطي. أحسن ما فعل أوساغونا منذ دخوله هو الدفاع عن المرمى ديالو والصعود لتسجيل هدف، شيء يحسب لأوساغونا في هذه المقابلة. قلت 6 ديال الأهداف حتى الآن في مباراة متميزة بين الرجاء والمغرب التطواني، وباقي العطي يعطي من الأهداف. هدف خامس، 5-2. قلت أن المباراة يمكن تعرف سيل من فرص التسجيل، ويمكن تعرف الحس 7 ديال الأهداف، وباقي العطي يعطي كما قلت 7 ديال الأهداف في مباراة يعني قمة بدون. إذا كان فريق المغرب التطواني انتفض مع بداية الجولة الثانية وبقى بينه وبين التعادل هدف واحد، فاختيارات الطوسي واجتهادات عزيز الخياطي بددت وبعثرت اوراق المغرب التطواني في مباراه حتى الان اعطتنا 7 ديال الاهداف. والرجاء يعني حاضر بقوه، وحتى التغيير اللي كان قام به الطوسي وعزيز الخياطي، دخول مهتدي هذا هو كذلك من مدرسه نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. اخ ابراهيم مهتدي والاخ الاخر مهتدي. ابراهيم كان كيلعب في فريق الفتح الرباطي، والاخ المهتدي الاخر اللي كان كيلعب في فريق الكوكب المراكشي واتحاد المحمديه قبل المجيء الى الكوكب المراكشي. هذا من مدرسه فريق الرجاء، من عائله رجويه، عائله يعني رياضيه تنتمي لمنطقه سيدي عثمان بمدينه الدار البيضاء. هو وفي لقميص الرجاء، مر بجميع فئات فريق الرجاء، مر بفئة الصغار، فئة الفتيان، فئة الشبان، ثم فئة الكبار. اللاعب المهتدي هذا هو الآخر، ترقبوه، سيكون من